مرحبا بكم. فتحي نلوفي، مهندس أول بالمجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري بولاية مدنين. المشروع هذا مشروع تونسي إيطالي في نطاق مقاومة الهجرة السرية. وقع إحداث المشروع هذا وهو اسمه مشروع نيمو. أهم مكونات المشروع هذا هو متحف متاع الصيد البحري التقليدي، ومطعم بالنسبة لتذوق منتوجات المنطقة من منتوجات الصيد البحري، وصالة معناها قاعة بالنسبة للاجتماعات تكون محدثة بأهم التجهيزات الحديثة نتاع الاتصالات، وأربع غرف وقاعة تهيئتهم إذا كان ثم شكون يجي من برا باش يقع إيواءهم في ظروف حسنة. نربط ساعة بالمصافحة الفارطة اللي قمنا مع إذاعتكم. تقبلنا سابقا وقت كانت فما شوية احتجاجات مع الوخيان البحارة، وحكينا شوية على الوضعية في زرزيس، وقلت لكم راهو هذه يعني سحابة عابرة، وإن شاء الله تشوفوا أن الأوضاع تتحسن، لأن وزارة الفلاحة مع عمرها لقطعت يعني التواصل مع منظوريها مع الوخيان البحارة، وهذه فرصة توا باش ما نحكوش على الاحتجاجات، باش نحكوا على جانب إيجابي اللي هو التعاون يعني مع في مجال الصيد البحري. باش نفتتحوا اليوم إن شاء الله مع بعضنا، وباش تواكبونا متحف صغير خاص بالصيد البحري التقليدي. المتحف هذا باش يستثمر في التراث نتاع الصيد البحري للولاية اللي هو تراث هام، واللي هو كما تشوفوا متحف فضاء أثوا البحار، ما أثثوش المشروع، يعني البحارة هم اللي ساهموا في تأثيثه وهم اللي يعرفوا بالنشاط هذا. حاجة أخرى نحب نأكد عليها أن نستثمروا في تراثنا في تقاليدنا فيما يخص الصيد البحري، باش نركزوا على أهمية الصيد البحري التقليدي في تونس. أكثر من 70% من البحارة هم صغار بحارة في تونس، لذلك لازم الإحاطة بهم. وإحنا حاليا في وزارة الفلاحة عندنا توجه خاص لصغار البحارة هذوما، من ناحية باش نحسنوا في الدخل نتاعهم، كذلك باش نحاولوا نأكدوا أن عندهم مساحات حية هم يستغلوها باش نبعدوا عليهم الصيد العشوائي. هذه من أولوياتنا بصفة 12 نوفمبر 2015 أدخلنا وبدأنا ندخل في تغييرات على بعض الجوانب يعني القانونية، باش نرفعوا في المنحة الخاصة بصغار بحارة اللي باش توصل لصغار بحارة 45%، يعني 45% من اللي كانت يعني 25% كسقف لإعانة البحارة في يعني شطر الغزولة تقول باش تكون مدعمة. هذه نقطة هامة. كذلك وزارة الفلاحة باش ترجع للدور الحمائي، باش ترجع للمراقبة البحرية، ورجعنا في الأشهر الفارطة وقمنا عديد من الدوريات ما شفتوهم حتى في البحر، على أساس أن باش نكونوا موجودين برا وبحرا باش نحموا مخزوناتنا البحرية، والصغار بحارة ما عادش يغوروا لهم يعني على رزقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. شمس الدين برصير، رئيس جمعية البحار التنموية البيئية في جرزيس، ورئيس الشبكة التونسية للصيد البحري التقليدي المستدام. احنا اليوم موجودين في مركز التكوين الصيد البحري فيما يتعلق معنا بافتتاح مشروع الإيمو، معناها اللي هو بالمناسبة نعبر على سعادتنا كقطاع صيد بحري وكبحارة الجهة في ولاية مدنين، على خاطر المشروع هذا معناها عنده أهداف، من أهم الأهداف متاعها هي مقاومة الهجرة السرية، أو مش حتى مقاومتها والحد منها. شوفوا احنا معناها الظاهرة اللي شهدها الجنوب الشرقي معناها في الميديتيرانية معناها، والتوافد المهاجرين ومعناها الهجرة من المنطقة، خلتنا نفكروا في أن معناها لابد أن تكون معناها فما مشاريع خاصة بالمناطق الحدودية. الحمد لله يا ربي قطاع الصيد البحري كان عنده نصيب من الاتفاقيات ما بين تونس وإيطاليا. بالمناسبة نشكر الدبلوماسيين بتاعنا، نشكر وزارة الخارجية الإيطالية اللي هي ساعات وفكرت في مناطق في حدودية موجودة في العالم تعاني تهميش مثلا ولاية مدنين. اليوم المشروع كما قلنا احنا باش كجمعية قطاع صيد بحري وكجمعية بحار وكشبكة تونسية باش نسعوا في ظل معناها السياحة المضروبة، وفي ظل معناها ما تعانيه الدولة عموما معناها اقتصاديا فيما يتعلق بالسياحة، باش نسعوا بأن المتحف هذا والمطعم هذا معناها نثريو به الجهة متاعنا ونثريو به قطاع الصيد البحري كل. مبارك أنا نجم نقول معناها للمجامع وللتعاضديات وللجمعيات متاع الجهة اللي عندها بروجي زي هذا، وإن شاء الله معناها القادم معناها يبشر بكل. Nous représentons l'organisation qui a mis en place ces centres à travers une contribution d'une magnifique collaboration italo-tunisienne ou tuniso-italienne, et donc un financement de la coopération au développement du ministère des Affaires étrangères, et pour valoriser à travers la création d'un centre multifonctionnel une des plus anciennes activités de l'homme, la pêche et les pêcheurs. Et c'est pour ça qu'on a créé un centre multifonctionnel composé en synthèse de trois parties, un musée dynamique des anciens métiers, mais qui montre aussi l'activité humaine aussi de comment les pêcheurs ont sauvé des vies en mer. مدير عام وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي. إذن احنا مراكز التكوين تتبع هذه المؤسسة هذه،
عندنا تكوين في الفلاحة وفي الصيد البحري. اللي يهمنا اليوم هو تكوين في الصيد البحري. 8 مؤسسات موجودة على كامل الشريط الساحلي، منهم مركز التكوين المهني في الصيد البحري بجرجيس، اللي هي مؤسسة عريقة موجودة في الجهة، واللي هي تعطي يعني تكوين أساسي للشبان في مجال صياد بحري في مستوى تكوين كفاءة مهنية.